فرحت إسراء بفستانها الجديد. أنا لست امرأة تهزم، أنا أزهر فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ طبعا ما شاء الله دلوقتي قنوات اليوتيوب قاعدة بتتكلم عن إسراء وكمان نهال، ولكن خلينا بقى نعمل فيديو كده عن إسراء العسولة اللي بقت كمان فاشونيستا، وطبعا نهال جميلة وزي القمر. إسراء بقى طلت علينا كده باللون البيبي بلو ده، وإن هي سندريلا وجميلة أو ما شاء الله قمر. كتبت كمان في الستوريز بتاعتها ان هي مش انا لست امرأة تهزم ولكني ازهر فقط. وكمان واضح ان هي دخلت في مشروع جديد مع اخوها اللي هو كان اعلنوا قبل كده ان هو محل اسمه كراكيب، بيعمل بقى حاجات احتفالات الخطوبة واحتفالات كتب الكتاب واحتفالات مثلا عايز تغير حاجات في الشقة بتاعتك وكده، الديكورات والاكسسوارز وكده. وكمان اسراء بقت فاشون ديزاينر جميلة جدا، ربنا يوفقها ان شاء الله. عايزينها كمان تستمر وتعمل مشروع يخصها، وكمان خصوصا ان هي مشهوره، فيا ريت تستغل الفرصه دي كويس وتعمل قناه يوتيوب وكمان تعمل صفحه فيسبوك، وان خصوصا ان هي وشها بيبي فيس وجميله جدا وكمان الناس حباها وحابه طلتها. وطبعا ما ننساش ان اسراء كانت في كليه تجاره وان هي اتخرجت السنه اللي فاتت، فهي كمان كاتبه ان هي اكاونتنت يعني محاسب. زي ما احنا شايفين كده الفستان الاحمر في الاسود جميل قوي عليها، وهي كمان يعني ملابسها رقيقه زيها كده، وكمان اللوك بتاعها سيمبل. فربنا يوفقها ان شاء الله ويسعدها ويسعدنا معاها.